في سياق مغاير، هما من الأحياء العتيقة واللذان يتموقعان بأعالي مدينة فرندا بيتيارت ممثلان مدخلها الشمالي، غير أن إهمالهما وعدم برمجة مشاريع لترميمهما والحفاظ عليهما كالمسجد العتيق الذي حول إلى أو المنسي من قبل السلطات. نتابع مع ديار بن داود. يعتبران من الأحياء العتيقة بمدينة فرندا بيتيرت هما حيي سيد الناصر وحمدوش، فقد غطت اللامبالاة قدم هذه الأحياء التي فقدت بريقها عبر مرور العقود، فبدل أن تتحول إلى أحياء أثرية أصبحت بناءات مهدمة وملاذا للمنحرفين. البنيه الهشه منا هدموا وراحوا خلونا هكا الطريق تزقي لك رونديسا رجال الاسعاف تقول لهم راه عندنا مريض اون كراف ما يجيكش. علاه ما يجيكش؟ يقول لك هذه الطريق خاسره ولا الاجرام. ورانا محقره في ذا الكارطي اللي يسكر يجي منا، يشرب الكاش يجي منا، اللي يخوني يجي منا، اللي كاينه منا. حنا باغيين بلادنا سيرتو الحي تاع سيد الناصر يتسق منا. فقد كان هذين الحيين ومنذ القدم يمثلان واجهة المدينة فرندا التي تحولت اليوم إلى مفرغة عمومية مفتوحة على كل شيء في ظل غياب أدنى تدخل من السلطات. في حمدوش منا غاهم صورتوا راكم برا شفتوا حاشاكم ما يحضرش لكم الصليح داروا هنا في الزنقه كيما قال لك من راه يبان في الطريق بصح الطريق ما بان وحشموا فيه وفي الزنقه ما حشموش. يديهم ربي يصنعوا لنا طريق والزوبيه ثاني حاشاكم سمعت، والامن رانا نساو رانا نخافوا رانا نمرضوا في الليل على بالك وليداتنا يخرجوا. رئيس البلدية يبقى يصر على عدم الرد على انشغالات مواطنيه كلما تقربنا منه ليبقى سكان هذين الحيين ورغم توالي العهودات المتتالية ينتظرون تحرك السلطات، ومن لم يستطع ذلك فهو يعرض بيته للبيع.